شباب نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته أنت سهل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا الجزء الثاني من هذه المحاضرة سهل، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق في هذه المعادلة، ودائما شباب التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله يا شباب حنواصل في السنة رابعا، الموضوع الرابع في السنة، دور السنة في التشريع الإسلامي. والعلماء الشباب قالوا دور السنة في التشريع الإسلامي يعني العلاقة أو الصلة التي تربط بين أحكام القرآن الكريم والسنة. إذن دور السنة في التشريع بين شنو؟ مقصود به شنو عند العلماء؟ العلاقة أو الصلة اللي بتربط لنا بين أحكام القرآن والسنة. يعني بالدارجة حقنا ربنا بيدينا حكم في القرآن، لما تجي السنة اللي هو الحديث بيعمل لحكم القرآن شنو؟ العلاقة اللي بتربطهم مع بعض شنو؟ طبعا العلماء الشباب قسموا دور السنة في التشريع وعلاقتها بأحكام القرآن إلى 6 أدوار. قالوا السنة دي عملت لأحكام القرآن 6 حاجات. نمرة 1 سنة مؤكدة، 2 سنة مبينة لمجمل القرآن الكريم، 3 سنة مقيدة لمطلق القرآن، 4 سنة مخصصة لعموم القرآن، 5 سنة ناسخة لحكم القرآن، 6 سنة مستنبطة لحكم جديد سكت عنه القرآن. من هو الكلام ده تاني؟ الكلام ده مهم. شوف لا يخلو امتحان المعادلة من السنة. يعني لو راجعت الامتحان هسه كان معي شاب شايل الامتحانات في يده، لو راجعت الامتحانات حتلقى في كل الامتحانات السابقة في سؤال في السنة. يعني لا يخلو امتحان المعادلة من هذه السنة. دور السنة في التشريع يعني حكم بتاع الحديث عمل لحكم القرآن شنو؟ علاقة شنو؟ العلماء قالوا عمل 6 حاجات. يا إما يكون أكد حكم القرآن، يا إما يكون بين الحديث حكم القرآن، يا إما يكون غير الحكم حق القرآن، يا إما يكون خصص حكم القرآن، يا إما يكون نسخ الحكم الموجود في القرآن، يا كمان السنة استنبطت لنا حكم جديد سكت عنه القرآن. إحنا أولا حنبدأ بالسنة المؤكدة. والعلماء الشباب قالوا السنة المؤكدة بتعني شنو؟ بتعني السنة الموافقة لحكم القرآن. يعني ربنا بدينا حكم في القرآن، السنة تجي توافقه، يعني كده سموها مؤكدة. زي بعدين إن شاء الله لما تقروا في قانون الإثبات البينات المعضدة، يكون في بينة تجي بينة ثانية شو؟ مؤكدة وتعضدة لك، دي السنة المؤكدة. والعلماء الأصول ضربوا مثال للسنة المؤكدة، قال تعالى: ولا تأكلوا
أموالكم بينكم بالباطل. شوف ربنا قال يا مكلف ما تاكل مال الشخص الثاني ده بالباطل. يعني انت لو وصلت للمال عن طريق الغش او عن طريق الاكراه او وصلت له عن طريق الغلط او عن طريق التدليس او عن طريق القرر والقبن بقانون المعاملات، انت كده وصلت لمال الشخص الثاني ده بشنو؟ ربنا قال ما تاكلوا اموالكم، لا تاكلوا اموالكم بينكم بشنو؟ جاءت السنه، جاء الحديث اكد الكلام ده ووافقه بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه. شوف ده تأكيد، لا يحل مال امرئ، مال الزول الثاني ده ما بحل لك إلا بطيب نفس. عشان كده بتلقى ناس قانون المعاملات المدنية في مادة العقود يقول لك البيع بشنو؟ بطيب نفس بالتراضي. عشان كده بتلقى أول ركن من أركان نشوء العقد هو الرضا. شوف لازم تصل للحاجة دي بالتراضي لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس. أما السنة المبينة بتعني أن الحكم في القرآن الكريم ورد مجملا ثم أتت السنة مفسرة له. شوف السنة المبينة يعني شنو؟ يعني ربنا بيدينا حكم في القرآن بيكون مجمل، السنة الحديث بيجي بيوضحوا لك بيفسروا لك. يعني مثلا ربنا يقول لك في القرآن وأقيموا الصلاة، أقيموا شنو؟ أقيموا الصلاة، نعمل خطين تحت الصلاة. ربنا قال لك يا مكلف صلي، فهتصلي كيف؟ شوف هنا الحكم مجمل. هتبدأ بشنو؟ عددها كم في اليوم؟ حكم في القرآن مجملا. السنة تجي تفسر الكلام ده بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. شوف ده تفسير. عشان كده شباب الناس منو؟ الناس اللي وجهين اللي كانوا جالسين لامتحان المعادلة في 2003 قال أذكر مثال لسنة مفسرة لمجمل القرآن. اذكر مثال لسنة مفسرة لمجمل القرآن. هي دي السنة المبينة. شوف الأحكام الكبيرة اللي هي الصلاة والحج. شوف ربنا قال ولله على الناس حج البيت. ربنا قال لك يا مكلف حج، طبعا بعد تبلغ ال 18 وتكون مستطيع تحج. طيب انا هحج كيف؟ وبيجوا كيف؟ وببدا بشنو؟ وفيه شنو الحج ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر لك الحج، عشان كده سموها مبينه بقوله خذوا عني مناسككم. كذلك الزكاة. شوف الزكاة برضو جاءت مجملة في القرآن. ربنا قال وآتوا شنو؟ وآتوا الزكاة. طيب أنا هزكي كيف؟ وزاد الزكاة بشنو هذا؟ شوف الحكم في القرآن مجمل، بعد ذلك تجي السنة وتوضح لك وتفسر لك أحكام الزكاة. عشان كده سموها سنة مبينة لمجمل القرآن الكريم. ثالثا السنة المغيدة بتعني أن الحكم في القرآن يرد مطلق ثم تأتي السنة مغيدة له.
شوف في السنة المغيدة ربنا بيديني الحكم في القرآن بيكون مطلق. هذاك السنة تيجي تكبله تيجي تقيد، عشان كده سماها مغيدة. يعني مثلا ربنا قال السارق والسارقة عملوا لهم شنو؟ فقطعوا شنو؟ أيديهما. نعمل خطين تحت كلمة يد. ربنا قال لك في حكم القرآن رجل ولا مرأة؟ رجل أم امرأة سرق أقطع يد. طيب اليد هنا مطلقة. يعني هنقطع يد يا ربنا نقطع اليمين مطلقة والله نقطع الشمال؟ طيب إذا فرضنا قلنا ربنا قصد اليمين، طيب القطع من هنا والله هنقطع اليد من هنا والله نقطع اليد من هنا. إذا الحكم في القرآن الكريم ورد مطلقا. بعدها السنة تيجي الرسول قيد الكلام ده بقوله صلى الله عليه وسلم، قال تقطع اليد ياتا اليمنى من وين؟ من مفصل الكف. عشان كده يا شباب بعدين لما تجي تقروا في القانون الجنائي في جريمة اسمها السرقة، وطبعا المشرع السوداني يقسم السرقة إلى نوعين، في سرقة عادية وفي سرقة حادية. عقوبة السرقة الحادية بنص القانون قال قطع اليد ياته من وين؟ طبعا ده العدالة. طبعا شوف ده الحديث بتاع المرأة المخزومية، يعني قال لك دي قمة العدل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو سرقت فاطمة، يعني بعدين انت لما تكون محامي او مستشار او في النيابة العامة العدل ده تطبقه ولو على اقرب الاقربون. دي العدالة. يعني القانون ده لما تطبقه بالاقرب، لانه العاطفة بتاعتك ما بتخليك تقطع يد بنتك، مش لكن شو الرسول قال لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. بنته قطع سرقت بقطع لها. شوف العدالة كده. شوف أسامة بن زيد لما جاء دار يشفع في القطع ده، أسامة طبعا قالوا المرأة المخزومية ما مرتبة وهم دار يطلعوها من القطع عشان ما يقطعوا لها يدها. شافوا أقرب زول للرسول منه، قالوا الرسول كان بيحب أسامة بن زيد، حبيب الرسول صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد. قام مشوا له أسامة قال له احكي لي حقول لك قصة زي أنا إحنا كنا نجيب زول نوسط حقول لك القصة شارية توسط كان الرسول ما يقطع لها اليد. قام أسامة جاء دار يشفع لهذه المرأة. شوف الرسول قال له قال لها هل تشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ عشان كده يا شباب لما نجي نقرا في القانون بعدين في قانون الاجراءات الجنائيه في سلطات رئيس الجمهوريه، شوف سلطات رئيس الجمهوريه في العفو والعن لا يجوز في شنو؟ في الجريمه ياتا يعني دي ما فيها شفاعه. خلي بالك قريته اجراءات دي ما فيها شفاعه. ودي كلها يا شباب سنة مغيدة لمطلق القرآن، لأنه كلمة يد وردت شنو في القرآن مطلقة ثم أتت السنة وغيدتها، عشان كده سموها مغيدة. نجي نشوف من الأربعة المخصصة. وقال السنة المخصصة بتعني أن الحكم في القرآن ورد عاما ثم أتت السنة مخصصة له. يعني هنا الحكم في القرآن بيكون عام. عام يعني شنو يا أستاذ محمد؟ يعني بخش فيه أي زول يشمل كل الناس. بعد ذاك السنة ما لا يجي تخصصه. في واحد بيطلع برا تخصيص إخراج، يعني الشيء حيطلع من الحكم. لما يقول لك خصصنا الشيء أي أخرجنا بعض أفراد. ده التخصيص إخراج. يعني شوف الحكم في القرآن بيقول لك شنو؟ بيقول لك ربنا قال في الميراث للذكر مثل حظ شنو؟ نعمل خطين تحت كلمة الذكر دي. الله أستاذ ده حكم عام. أي ذكر حيرث حق شنو؟ حق بنتين.
يعني أي ذكر، الذكر ده لو كان قاعد وين يا شباب؟ الذكر ده لو كان قاعد في أمريكا هناك في كندا وقال داير يتورث بالشريعة الإسلامية، هيقوم يرسل حق شنو؟ لو الذكر ده قاعد هنا معانا في الغاعة برضه هيرث حق شنو؟ إذا الحكم معاه يشمل أي ذكر. الرسول هيجي يطلع لك ذكر برا، في ذكر بيطلع برا يتخصص ولا يرث شيئا، لقوله صلى الله عليه وسلم: الغاتل لا يرث شيئا. شيئا دي بعدين في الامتحان الناس قاعد تنساها، ما تنساها يا زول. في ناس بيقولوا الغاتل لا يرث نقطة طوال، الحديث كامل: الغاتل لا يرث شيئا. وطبعا بعدين حتقروا في الميراث، والحمد لله انتوا قريتوا ميراث، حتقروا انه من موانع الميراث القتل. وطبعا برضو عشان نربط الكلام مع بعض، عشان ما نكون بالناس بتاع الحفظ، نربط مع بعض دائما القانون وحده واحده، قانون وحده واحده يرتبط مع بعضه البعض. شوف في قاعده مشهوره جدا في الميراث بيسموها اشهر قواعد الميراث. من اشهر قواعد الميراث، اشهر قواعد الميراث هي القاعده دي استنبطها العلماء وجابها العلماء، قالوا: من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب. ما تستعجل. شوف الغاتل ده، شوف الذكر ده تخصص برا لانه استعجل وكتل مورثه عشان يشيل المال بتاعه. شوف العلماء طوال جعلوا الغاية دي: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب. شوف أنا سنة 2011 شغال محاضرة، كان معي شاب في المحاضرة لابس بدلة وكرافتة. جبت الكلام ده قلتها في قاعدة مشهورة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. مسكت الكرافتة وقلت له: من استعجل الشيء قبل أوانه والله يا عم شنو شاب طلع البدلة وطلع الكرافتة وقال لي: يا أستاذ تاني اصله ما بتشوفني ببدلة ولا بتشوفني بشنو. شاليه لأنه الغاية دي داير يمشيها، ما داير يستعجل. بعد تنجح البس الكرافتة والبس البدلة والبس الكرافتة. ما تستعجل، دائما القانون ما يستعجل. ما يستعجل. نجي نشوف نمرة 5 بيسموها سنة ناسخة. والسنة الناسخة الثاني، نتمنى انه التكييف يجي بكره يا منو ناس صاحبي ذاك. نمرة 5 السنة الناسخة. السنة الناسخة تعني السنة التي أبطلت العمل بالحكم الموجود في القرآن. يعني ربنا مدينا حكم في القرآن، السنة تجي تبطله، تشيله برا كله. يعني احنا تاني ما حنشتغل بحكم القرآن، حنشتغل بحكم شنو؟ عشان كده سموها ناسخة. نضرب مثال لأنه يا شباب بالمثال يتضح المقال. ودائما يا شباب في امتحان المعادلة أكتب المثال. في القانون قد يكون المثال سابق خطأ. خلي بالك، قد يكون المثال شنو؟ سابق خطأ. شوف مثال للسنة الناسخة. ربنا قال في القرآن: إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خير الوصية للوالدين والأقربون بالمعروف حقا على المتقين. شوف إذا حضر أحدكم الموت ممكن يوصي، يعني تجوز الوصية للوالدين. الوالدين ده طبعا ده الوارثون. الوالدين ده منو يا شباب؟ ده الوارثون، ده أصحاب فروض. أصحاب فروض اللي هم أم وأب، عندهم فروض مقدرة من ربنا. يعني هنا حكم الآية تجوز الوصية للوارث.
شوف الرسول جاء نسخ الكلام شال مرة كله بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لشنا؟ قال لا وصية لوارث. طبعا في حاجة دار أقول لكم في هذا النقطة دي لا وصية لوارث. الامتحان الفات بتاع الأحوال الشخصية للأسف الشديد من الحاجات المؤسفة جدا. النتيجة لما طلع كان حاجة مؤسفة. نسبة الرسوب في مادة الأحوال الشخصية 80%. كيف نضبط بهذا القانون؟ قانون الشريعة، قانون الدين، قانون الإسلام، قانون يعني أنت ما قاعد يمتحنوك في شريعة غير المسلمين. إذا كان نسبة الرسوب في شريعة غير المسلمين إذا أدوك امتحان بهذا الشكل وتجاوز نسبة 80 الأمر عادي لأنك أنت مسلم. لكن في شريعتك أنت ذاتك خاصة المرأة يعني قانون الأحوال في مواضع كثيرة جدا في نصوص كثيرة جدا كله نصوصه عن المرأة. يعني العدة في المرأة والنفقة في المرأة وكله في المرأة. وطبعا مشاكل الشريعة ذاتها كلها واختلافات الشريعة كلها في المرأة. كل الاختلافات في المرأة. يعني هسه آخر اختلاف جديد هل المرأة يجوز لها أن تئم الصلاة تكون إمامة أم لا؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء. يعني قضية المرأة هي محل الخلاف لكن الرجل ما بتلقى فيه خلاف كثير. الرجل خلافه بسيط في الشريعة الإسلامية. فشوف بتلقى النساء ساقطات في العدة حقتهم ما عارفين عدتهم. تشنده طبعا تشنده معناها الاستفراغ شديد. عندما في منطقتنا تشنده خلاص معناها انت استغرب شديد. شوف في قسم في قانون الأحوال اسمه قسم الوصية. المشرع السوداني في قانون الأحوال لقى المطبع اللي وقاعد هنا مطبع نسخ السنة هنا. السنة نسخت القرآن لقى المطبع. شوف قال حكم الوصية لوارث شنو القانون؟ قريته وصية مش؟ حكم الوصية لوارث شنو في قانون الأحوال الشخصية؟ حكم شنو؟ الشرع السوداني جاب حكم شنو؟ ما هي حكم الوصية لوارث؟ أستاذة كان في ناس زي كده ظريفين وجيهين امتحنوا في قانون الأحوال الشخصية سنة 2017 قال له ما هو حكم الوصية لوارث؟ علامة استفهام. طبعا المشرع السوداني أوجد هذا الحكم في قانون الأحوال الشخصية سنة 91 تعديل 2015. حكم الوصية لوارث شنو يا أستاذة؟ في الآية هنا تجوز. شوف المطب الحديث نسخ الكلام ده قال لا وصية لشنو؟ لوارث. المشرع لقى نفسه قال حكم الوصية لوارث موقوفة. حكم شنو؟ موقوفة على شنو يا مشرع؟ قال موقوفة على إجازة الورثة. قال شنو بعد ذاك؟ قال تنفذ في من أجاز ولا تنفذ في من لم يجز. يعني انت اجزت الوصية نفذها في حصتك في نصيبك، ما اجزتها ما بنفذها تبقى شنو؟ تبقى حكومة موقوفة. والكلام ده كله جابوا لنا السنة الناسخة لأنه ده ناسخ لحكم القرآن الكريم. نجي لآخر وحدة اللي هي السنة مستنبطة لحكم جديد. والسنة المستنبطة لحكم جديد بتعني شنو يا شاب؟ بتعني أن الحكم في القرآن غير موجود وأتت به السنة. ونقول لي السنة مستنبطة لحكم جديد معناها شنو؟ معناها أصلا الحكم في القرآن ما في وجاني عن طريق شنو؟ عن طريق السنة. يعني أنت لو لاحظت معي لاحظ معي هنا
في السبورة. السنة المؤكدة الحكم في القرآن بيكون قاعد بتيجي تأكدوا الحديث بأكده. السنة المبينة الحكم بيكون فيه الحديث بيجي يوضحه وبيفسره. السنة المغيدة الحكم في القرآن فيه الحديث بيجي يغيده. السنة المخصصة الحكم في القرآن فيه الحديث بيجي بخصصه. الناسخة الحكم في القرآن فيه السنة بتيجي تنسخه. لكن في نمرة 6 دي الحكم في القرآن ماله جاد بيه شنو؟ عشان كده سموها شنو؟ مستنبط الحكم جديد سكت عنه شنو؟ القرآن الكريم. وخير مثال لها قوله صلى الله عليه وسلم أطعموا الجدات السدس. شوف ده خير وأفضل مثال للسنة المستنبطة لحكم جديد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أطعموا الجدات السدس. طبعا الزول الدار يعرف ميراث ودار يكون شاطر في الميراث ودار يبقى زول خطر وبعدين ممكن يشرح الميراث للناس الثانيين عليه بسورة النساء. يقرأ سورة النساء وبالذات الآيات الأخيرة. الآيات الأخيرة تكلمت عن أصحاب الفروض وورثتهم. يعني أنت لو حافظ الآية تاني بتورث ما عندك مشكلة. لما تيجي تقرأ الآيات دي ما في آية قالت لك أدي جدة سدس. ما في في القرآن آية بتقول لك الجدة نصيبة شنو؟ الكلام ده جانا بالسنة عشان كده سموها سنة مستنبطة. أطعموا الجدات شنو؟ شوف خلي بالك وركز معي. كان في ناس زيكم وجيهين جميلين ممتحنين مادة الأحوال الشخصية سنة 2018 قال لهم أطعموا الجدات السدس. أذكر قصة هذا الحديث علامة استفهام. إذا بيقدر يذكر لي قصة الحديث أذكر قصة هذا الحديث. الأحوال بالمناسبة قصة الحديث ده قال لك أذكر قصته شنو الحديث؟ إذا سمع بقصته طبعا قصته في عهد سيدنا أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق كان قدامه قضية والقضية دي قضية توريث. دار يورث زي ما انتوا بعدين في المعادلة هتورثوا كل زول تدوا نصيبه. شغال دار يورث كده جاته مرة وقفت قدامه وقالت له يا سيدنا يا أبو بكر أنا داير حقي في التركة الأمامي. داير شنو؟ حقي لأنه الميراث شنو؟ الميراث حق. سيدنا أبو بكر قال لها شنو؟ قال لها طبعا لما نخدها في القضية بتكون جدة للمتوفي. قال لها لم أجد لك في كتاب الله في القرآن ما عندك حاجة ولم أسمع في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. في صحابي جليل كان حاضر هذا الموقف اسمه شعبة ابن المغيرة. شعبة ابن المغيرة قال شنو لأبو بكر؟ قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أطعموا الجدات السدس. طبعا الحديث ده خبر واحد وقبل شوية قلنا خبر الواحد دلالته على الحكم بتاعه دلالة شنو؟ يعني فيها شكك. ما أبو بكر ما حكم طوال لازم يعضد لازم يشهد شخص آخر وآخر. شهد سيدنا محمد بن سلمة محمد بن مسلمة محمد بن مسلمة قال شنو؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أطعموا الجدات شنو؟ كذلك شهد للحديث ده سيدنا علي بن أبي طالب. سيدنا منو؟ علي بن أبي طالب. برضو سيدنا علي بن أبي طالب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أطعموا الجدات شنو؟ سيدنا أبو بكر الصديق حكم لهذه المرأة بالسدس ومن ذلك التاريخ أصبح نصيب الجدة شنو؟ وإن تعددنا خلي بالك لأن تعددنا
يعني إذا كانوا 30 جدة هيشتركوا في نصيبنا السدس ما عندها غيره. لكن طبعا قبل ما تاخذ السدس قد تحجب، لانه للجدة حالات تسمى حالات حجب شنو؟ حجب الجدة. اذا وجدت اي حالة معناها تكون محجوبة وتحرم من هذا شنو؟ من هذا السدس. حنقول الموضوع ده تاني. قلنا يا شباب موضوعنا الرابع في السنة دور السنة في التشريع الإسلامي. وقلنا يا شباب يعني شنو دور السنة في التشريع الإسلامي؟ قالوا بيعني العلاقة والصلة اللي بتربط بين القرآن والسنة. قلنا يا شباب العلاقة دي 6 علاقات، إما أن تكون السنة مؤكدة، وإما أن تكون السنة مبينة، وإما أن تكون السنة مغيدة، وإما أن تكون السنة مخصصة لحكم القرآن الكريم، وإما أن تكون ناسخة، وإما أن تكون السنة استنبطت لنا حكم شنو؟ جديد سكت عنه القرآن الكريم. حنمشي للمصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليها وهو الإجماع. أولا أول موضوع تعريف الإجماع. ألف في اللغة، باء اصطلاحا. والإجماع يا شباب في لغة العرب يعني شنو؟ في الديكشنري حق العرب، في لسان العرب، في المصطلحات العربية قالوا الإجماع يعني الاتفاق أو التصميم أو العزم. إذا الإجماع ده يا شباب في اللغة عنده 3 معاني. بيعني ليه الاتفاق، وبيعني ليه حاجة اسمها التصميم، وبيعني ليه حاجة اسمها العزم. شوف الناس اللي امتحنوا معادلة يا شباب، الناس الظريفين اللي امتحنوا في 2016 في الدورة الثانية اللي انعقدت شهر أغسطس شهر 8، قال لهم الفرق شنو بين الاتفاق والتصميم والعزم. قالوا في الامتحان. طبعا الثلاثة دول بيتفقوا في شنو يا شباب؟ انهم الثلاثة بيعملوا، لكن هو قال لك الفرق شنو؟ الفرق يا شباب انه كلمة الاتفاق وكلمة التصميم تستخدم في اللغة مع المجموعة. شوف دائما الاتفاق بيكون من مجموعة، التصميم كذلك بنستخدمه في اللغة مع شنو؟ مجموعة. مع المجموعة. يعني المجموعة شنو؟ بيكون عدد أكثر من 3. يعني مثلا أقول لك شنو؟ أقول لك صممنا نحن طلاب المعادلة، صممنا نحن طلاب المعادلة على اجتياز الامتحان. شوف هنا صممنا استخدمناه مع الطلاب مجموعة، بينما العزم يستخدم في اللغة مع الشخص شنو؟ الواحد. دائما في اللغة العربية الشباب كلمة العزم بالإجماع بمعنى العزم يستخدم مع شخص واحد. أقول لك عزم محمد عبد الله مثلا، عزم محمد عبد الله على اجتياز المعادلة. شوف عزم يعني أجمع، وهنا استخدمت مع الشخص شنو؟ الفرق إنه الاتفاق بيكون من مجموعة، من الصور ومن المجموعة. التصميم ممكن برضه يكون من مجموعة، لكن العزم دائما بيكون من شنو؟ من شخص واحد. ولا نتصور العزم في اللغة العربية من مجموعة من الأشخاص. أما الإجماع في الاصطلاح الوصولي يعني اتفاق. شوف العلماء أخذوا الكلمة بتاعت اتفاق، يعني مجموعة. اتفاق عدد
من المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته في عصر من العصور صراحة على حكم شرعي. شوف نقوله تاني، شوف والله تقوله تاني تقوله ثالث نقوله عاشر نقوله 30. الإجماع ده يا شباب مقرر في امتحان المعادلة، امتحان الفات ما جاء، مقرر في امتحان المعادلة 24 مرة. 24 مرة الزول ده بيسأل عن الإجماع. أستاذ أنا بقرا بجبل أنا بقرا بشنو؟ سوي جبل أقعد أقرا. أستاذ بقرا بشاي، سوي شاي أقعد أقرا. أستاذ أنا بقرا بمكيفات أخرى، جيب المكيفات الأخرى أقعد أقرا. في النهاية لازم شنو؟ لازم ترجع ولازم تجتهد ولازم تكتب. شوف لو ما قريت الشغلة دي بتبقى لك نية. شوف الشغلة بتبقى نية والله، المعادلة بتبقى لك نية. شوف المعادلة دي أنا قاعد أقول عليها زي الدائرة كده، الما منتهية ديك الدراسة الرابعة دي. يعني تجي أول مرة هنا، شوف أول مرة تجي قلت يا زول الشغلة دي أنا أقوم كده بتاع المهمة جازف أخش، خشيت. النتيجة رسوب حتيجي تاني مرة، طبعا لأنك هنا أول مرة ما نجحت بتجي بطنك طامة كده. المرة الثانية بيكون في الطمام، طبعا طمام بسيط، بالطمام ده ذاته ما بخليك تقرأ، الطمام البسيط ده ذاته ما بخليك تقرأ. حتيجي النتيجة برضه حتلقى نفسك شنو؟ حتيجي المرة الثالثة الطمام القبيل بيزيد في الثالث، يرتفع. زمان لو كنت بتقرا ساعة في المرة الثانية، هنا الساعة ذاته ما حتقدر عليها لأنه بطنك مالك طمام شديد، النتيجة رسوب. تقول آخر مرة دي أجرب، الطمام بتاعك هنا في المرة الأخيرة ده خلاص بحصل المرحلة بتاعت شنو؟ طبعا إذا استفرغتك يعني ما بنشوفك في القانون كله. احنا ما قدرنا نحصل المرحلة دي. في مرحلة اسمها مرحلة الاستفراغ في المعادلة. في ناس قاعدة يحصلوها، لما يحصلوا المرحلة دي ويستفرغوا ثاني الطبيب ما بعالج. مرة جاني واحد شايل له مادة عقد ممتحن الامتحان الثالث في العقد، قال لي يا أستاذ أنا جربته وعملته بتاعك العلاج شنو؟ قلت له العلاج أنا هشتغل في نفسياتك لأنك أنت عندك شنو؟ عندك طمام، نشيل الطمام حتنجح. والله يا شباب الكلام ده حقيقة جد، نشيل الطمام حتى حتنجح. أنا واثق فعلا بقيت اشتغل معاه وشلت الطمام، لما جات النتيجة نجاح. يعني تحفزوا دائما، داير تحفيز، ما داير شرح، ما داير تشرح للمادة، داير تحفزوا. كل ما يتحفز هو حيقعد وحيقرا وبالتأكيد حيمشي قدام. إذا يا شباب اتفاق عدد من المجتهدين ديل من وين يا شباب؟ قالوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اتفقوا بتين يا شباب بعد وفاته وفي عصر من العصور. اتفاقهم ده كان الشكل بتاعه صراحة، واتفاقهم ذاته كان على حكم شنو يا شباب؟ على حكم شرعي. من التعريف بتاع الإجماع الاصطلاحي ده بصل للموضوع الثاني في الإجماع. ثانيا أركان الإجماع. والعلماء يا شباب قسموا أركان الإجماع ل4 أركان. إذا الإجماع ده عند العلماء عنده 4 أركان. أول ركن، طبعا الأركان دي ذاتها من التعريف، أول ركن لأركان الإجماع توافر عدد من المجتهدين. توافر عدد من المجتهدين. شوف ده أول ركن. يعني الحاجة اللي عرفتوا لنا فيها دي أو يطلعوا لنا فيها إجماع دي، لازم في الوقت ده يكون في عدد. العدد طبعا أكثر من 3، يكون في عدد من المجتهدين. بمعنى إنه الإجماع ده ما بيتحقق من شخص واحد، ما ممكن يكون في إجماع من شخص واحد
لازم يكون اتفاق لعدد من المجتهدين، والعدد ده يا شباب ما شرط برضه يكون من طائفة واحدة، لابد أن يكون من عدد من الطوائف. عشان كده قال لي توافر عدد من المجتهدين. اثنين، أو تكون المرة دي مشكلة. اثنين، أن يكونوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. شوف الركن الثاني، مجتهدين ده يكونوا من أمة محمد. من أمة محمد يعني مسلمين، بمعنى إنه الإجماع لا يتحقق من غير المسلم. وبعد وفاته بمعنى إنه لا يوجد إجماع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف الناس كان شنو يا أستاذ محمد؟ كان في ناس ظريفين وجيهين جالسين لامتحان المعادلة اللي انعقد سنة 2001. قال لهم هل يوجد إجماع؟ هل يوجد إجماع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا؟ قال لها هل في حياته في إجماع؟ طبعا لو قلت كده أو قلت كده، هذا السؤال قال لك شنو؟ يعني كده ليه؟ ولو قلت كده ليه؟ طبعا الإجابة يا شباب لا يوجد إجماع. شوفوا الإجابة لا يوجد. بيبقى ليه؟ لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو المشرع، وكان بيشرع عن طريق الوحي. قال تعالى لا ينطق إن هو إلا وحي يوحى. إذا الرسول كان بيشرع، وكان بيشرع للصحابة عن طريق الوحي. عشان كده ما كان في حاجة ليه؟ لشنو يا شباب؟ من الإجماع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. الركن الثالث أن يكون صراحة. والعلماء شباب قالوا الصراحة دي في الإجماع بتتحقق بالقول. شوف قلنا توافر عدد من المجتهدين، يعني مثلا في الركن الأول المجتهدين كانوا 10، كل واحد فيهم يقول رأيه صراحة، يقول كلامه صراحة، يقول صراحة، والصراحة دائما بتكون بشنو؟ بتكون بالقول، وما ممكن تتحقق الصراحة بالفعل، دائما بتتحقق بشنو يا شباب؟ بتتحقق بالقول. الركن الرابع والأخير على حكم شنو؟ شرعي، بمعنى إنه الإجماع ده لا يكون في الحكم العقلي ولا الحكم العملي، ولازم يكون على حكم شنو؟ شرعي، بين قوسين الواجب، المندوب، المكروه، المحرم، المباح. يعني لازم الاتفاق حقهم ده يكون على حكم شرعي. يقول لك الحاجة دي واجب، أو يقول لك الحاجة دي محرم، أو يقول لك الحاجة دي مندوبة، يقول لك ثاني يقول له، أو يقول لك الحاجة دي شنو؟ مندوب. إذا يا شباب ما هي أركان الإجماع؟ قلنا يا شباب الإجماع عند العلماء عنده 4 أركان. أول ركن توافر عدد من المجتهدين. الركن الثاني من أمة محمد وبعد وفاته. الركن الثالث أن يكون صراحة، وقلنا يا شباب الصراحة دي بتتحقق بشنو؟ بالقول. الركن الرابع أن يكون على حكم شرعي، وقلنا يا شباب على حكم شرعي بمعنى إنه الإجماع ده ما بيكون في الحكم العقلي ولا بيكون في الحكم العملي، لا بد أن يكون على حكم شنو؟ شرعي. وقلنا على حكم شرعي بين قوسين الحكم الشرعي الواجب، المندوب، المكروه، المحرم، المباح. شوف الناس اللي امتحنوا الشباب معادلة في دورة 2018 في السؤال الثاني قال لهم أذكر أركان الإجماع دون شرح. تلقى الزول ده ظريف،
دون ده شنو؟ مرات يقول لك دون تفصيل. دون شنو؟ والله ظريف ظرافة. واحد توافر عدد من المجتهدين نقطة. اثنين من أمة محمد وبعد وفاة. ثلاثة صراحة. أربعة على عمر. انتهيت. 5 درجات. قال لي دون شنو؟ دون شنو؟ شوف الإجابة في الامتحان حسب المطلوب منك، ما تعمل فيها فيلسوف وزي المعلم وأنا مقدمها وشاطر وبتاع. هذا شاطر شنو؟ ما هذا تقول لي شاطر ولا قليل؟ القاعد ينجح البلد ذاته. ما تقول لي أنا شاطر وأنا بتاع، أنا بديك حاجة حقيقية واسمع مني أنا. كان دفعتنا في الجامعة، أنا اتخرجت في العام 2006، خدمة وطنية 2007، المعادلة 2008 شهر 2. دفعتنا ما شاء الله بنت ممتازة وهي الآن محامية طبعا. السنة الأولى غايدة فوق امتياز 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 تخرج، ونحن وراها. يعني هي كرامة باللغة بتاعتنا. جينا سبحان الله امتحنا سوا، يعني أغلب الدفعة امتحنت في 2008، أغلب الدفعة نجحت، وهي شنو؟ رسوب. شوف معاك طبعا سايق اسمها ما ظهر كله. امتحنت تاني رسوب. طبعا العزيمة والإصرار يقود الإنسان للمرة الثالثة. امتحنت المرة الثالثة رسوب. احنا من أول مرة قالت في قرار. تعرف دليل ولا تعرف اللون المركز بس المركز. ما تقول لي قراي ولا ما قراي. انت لو قراي ما جاوبت حسب المطلوب تجيوك راجع برضه. حتى عملت فيها خطر. واحد قال لي دعني اكتب عن الاستفزاز الشديد ثم اخوض في الدفاع شرعي. هو لا في الدفاع شرعي لا لا فاهم يا جماعه. ما انت جايب حسب المطلوب يعني يا جماعه ما بتجي والله. احنا قاعد نراقب في الامتحان، قاعد نشوف حاجات والله بدع 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 يبتدعها طلاب المعادله والله بدع. يعني شوف الامتحان بتاع 2018 في الجنائي جاب لهم كيس صفحة كاملة، صفحة كاملة كاتب الوقايع صفحة. نهاية الصفحة قال شنو؟ قال اكتب عن القصد الجنائي في جريمة 130 القتل العام. يعني الكيس ذاته ما في داعي تقراه. هذا السؤال. كتبوا لك كيف؟ قال لك اكتب عن القصد. واحد لا كتب شنو؟ واحد كتب المبدأ القانوني جريمة 130 القتل. هو يا شيخ انت وين والسؤال وين وجابتك وين؟ هو قال لك اكتب عن القصد يعني الركن المعنوي بس. اللي بيوديك تكتب ركن مادي وعناصر وفعل ونتيجة وعلاقة سببية وارتباطة مع الفعل ما لك هذا الكلام. هو قال لك اكتب عن القصد 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 النية طبعا امر خفي اكتب عنه مستندا على الثواب او القضايا، يعني مدعما اجابتك بالثواب او القضايا. شوف الكيس ده كله احمساي، انا كله ده ما بقراه بالمناسبه ولا بتعب روحي فيه. لو انا كنت ممتحن ما بتعب روحي لانه هو سؤال شنو؟ هو اداك المبدا خلاص كده ولك تحت السؤال. اللي بوريك تقرا وتمشي تبحث عن مبدا شنو؟ مبدا القانون القصد الجنائي وتقعد تشرح في هذا القصد. عشان كده يا شباب دائما الاجابه بتكون حسب شنو؟ حسب المطلوب منك في امتحانات تنظيم مهنه القانون. ثالثا انواع الاجماع. الموضوع الثالث يا شباب في الاجماع انواعه. وللإجماع نوعين. الإجماع عنده نوعين عند العلماء. النوع الأول بيسموه الإجماع الصريح، والنوع الثاني يسمى الإجماع السكوتي.
شوف أنواع الإجماع نوعين، صريح وسكوت. قبل ما أشرحهم حنكتب تحت 3 سينات. خلي بالك أنا بكتب لك السين دي والله ما قاعد يجيبها من راسي ولا بألفها لك ولا بتاع. السين دي لما ترجع للامتحانات القديمة حتلقاها قاعدة. حتى لو لقيت التاريخ اللي قلت لك غلط برضه حتلقاها قاعدة. السينة الأولى قالت شنو؟ ما معنى الإجماع الصريح؟ ما معنى الإجماع الصريح؟ وما هي شروطه؟ وما هو حكمه؟ دي السينة الأولى. السينة الأولى الثانية قالت ما معنى الإجماع السكوتي؟ وما هي شروطه؟ وما هو حكمه؟ السنة الثالثة دي جديدة، دي جابها في 2018. قال للإجماع نوعين أذكرهما مبينا شروط كل واحد منهما وحكمهما. طبعا السينة الأخيرة دي جمعت السينين ديلك. طبعا السينة الأولى دي يا شباب ما معنى الإجماع الصريح دي مكررة 12 مرة في الامتحانات السابقة. ما معنى الإجماع السكوتي مكررة 13 مرة. السينة الأخيرة دي ما للإجماع نوعين أذكرهم لي وبوضح لي شروطهم وحكمهم دي جات مرة واحدة. والسينات دي كلها ب5 درجات، يعني في أي امتحان جات بشنو؟ ب5 درجات. إذا يا شباب من السينات الثلاثة دي يتضح لنا تماما إنه العلماء قالوا إنه الإجماع عنده شنو؟ هو بيعمل شنو في الامتحان؟ بيقول لك النوع الأول ده معناه شنو؟ وريني المعنى. ويقول لي شروطه. ثم بين لي الحكم عند العلماء، حكم النوع الأول. مرة يزعل الثاني يقول لك النوع الثاني معناه شنو؟ سكوت. حكمه شنو؟ وشروطه. طبعا لما تعرف المعنى وتعرف الشروط وتعرف الحكم معناه شنو يا شباب؟ معناه كده انت جضمت النوع جدين. خلاص النوع ده جضمته ثاني ما فيه حاجه. واحد جاني سنة 2018 قال لي يا استاذ العقد ده جضمني جدين. طبعا جضمني جبت عليكم منه ذاته انا كنت بعرف المصطلح. قال لي العقد ده يا استاذ محمد جضمني جدين. عمل شنو انا؟ كده نحرني عديل كده. عمل شنو؟ كيف لا زي كده؟ انا خفت قلت الزول ده شويه ما متوتر طبعا. قلت له انت جضم العقد وما تخلي العقد يجي. احنا الان دايرين نجضم شنو يا شباب؟ بلغه الشاب ده دايرين نجضم انواع الاجماع، نعرف المعنى، نعرف الشروط، نعرف حكمه، جضمناه. جضمناه شنو؟ جدا. هنبدا اولا بالصريح. قالوا الاجماع الصريح يعني ان يبدي أو يصرح كل المجتهدين برأيهم في المسألة المطروحة أمامهم صراحة. إذا ما معنى الإجماع الصريح؟ نقوله تاني أن يبدي أو يصرح كل المجتهد. يعني مثلا كانوا 100 الركن الأول يتوافروا 100 مجتهد، 100 دول يصرحوا برأيه صراحة بالمسألة المطروحة بتاعه يطلعوا لنا الإجماع الصريح. شروط الإجماع الصريح شروطه عنده شرطين. نمرة 1 أن يكون المجتهدين في مكان واحد. شوف أول شرط للإجماع الصريح عشان يتحقق إن المجتهدين ديل يكونوا قاعدين في حتة شنو؟ اللي هو زي قاعتنا دي. يعني المجتهد الآن يكون في مجتهد في مدني، واحد في الخرطوم، واحد في كسلة، واحد وين، ويتصلوا على بعض. الكلام ده ما صراحة. لازم يكونوا قاعدين، دي جات منها مجموعة الفقه الإسلامي، لازم يكونوا قاعدين في مكان شنو؟
اثنين، الشرط الثاني للإجماع الصريح أن يكون صراحة. لازم يكون صراحة. وقلنا الصراحة دي بتتحقق بشنو يا شباب؟ بالقول. ودائما القول يكون بشنو؟ بيكون باللفظ. وحكم الإجماع الصريح قطعي الثبوت والدلالة. شوف الإجماع الصريح لما يقول لك الحاجة دي حكومة كده والكلام ده إجماع صريح، الحكم ده قطع الثبوت ما في شيء. لما جاتنا عن طريق الإجماع الصريح قطع الثبوت والدلالة حقته، دلالة برضه قطعية. عشان كده شباب الناس اللي امتحنوا معادلة، الناس اللي وجهتين الضغيتين اللي كانوا جالسين امتحان المعادلة في 2016 قال لهم شنو الزول ده؟ قال لهم متى يكون الإجماع قطعي الثبوت؟ تودي ب5 درجات. قال له 5. متى يكون الإجماع قطع الثبوت؟ يكون الإجماع قطع الثبوت إذا كان الإجماع صريح. شوف الإجابة صريح. خلاص فول ستوب. بس صريح 5 درجات. الإجماع بيكون قطع الثبوت بتين. ليه يا شباب؟ لأنه حكم الإجماع الصريح شنو؟ قطع الثبوت وقطع شنو؟ نجي نشوف الإجماع السكوتي. قال الإجماع السكوتي يعني أن يبدي أو يصرح بعض المجتهدين برأيهم في المسألة المطروحة أمامهم، ويسكت البعض شنو؟ الآخر. شوف هنا بعض المجتهدين، هناك كل. شوف ده التركيز، ها؟ ده التركيز هنا، ده التركيز اللي أنا قاعد أقول فيه من بداية محاضرتي. ركز. شوف ده كل، ها ده بعض. ده الفرق بيناتهم. ده كلهم بيصرفوا، لكن دي شنو؟ مرة كنت شغال ورشة، الورشة دي كان آخر ورشة منا والامتحان يعني. سيبها ورشة الامتحان. كان برضو الكهرباء قاعدة زي كهرباء الكمبيوتر. وكان الوضع مسخنة. فجيت لموضوع الإجماع ده، فكنت من الحاجات المرشحة يعني قلت لهم ما معنى الإجماع السكوتي، لأنه هي مراجعة طبعا الورشة. ففي طالب رفع يده وقال لي واحدين يقولوا واحدين تاني مالهم ما يقولوا. واحدين شنو؟ واحدين شنو؟ والله إجابتك كويسة، لكن صدقني اللغة 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 تجيبك راجع يا شاب. يجيبك راجع. واحدين يقولوا ما يقولوا. هذا هاي الكلام ده هناك في الموقف بتاع السوق الكبير في مدني. ما تقول لنا في الكتاب في القانون. شوف السؤال ده مثلا جاء في الامتحان. السؤال ده قال كده واحدين شنو؟ واحدين شنو؟ ده السؤال ده جاوبوا جاب. شوف الجنب قال شنو؟ شوف الجنب قال شنو؟ قال ما معنى الإجماع السكوتي؟ شوف الجنب خلي بالك. قال يعني أن يبدي أو يصرح بعض المجتهدين برأيهم في المسألة المطروحة أمامهم، ويسكت البعض الآخر. تفتكر إجابة منو حلوة؟ تفتكر؟ شفت اللغة؟ شفت السياق؟ ده المعبر. دي الوسيلة الأولى التي تحت. كل ما سياقتك تمام صدقني أنت تمام. كل ما سياقتك زي زولي ده واحدين يقولوا واحدين تانيين ما يقولوا هيجيبوك راجع لنا تاني. لأنه الكلام ده يقول الناس واستجبنا في جابسون وين؟ ما بينفع في اللغة هذه، ما بينفع هنا. في لغة القانون ما بينفع. لغة القانون هذه شايفة؟ سياق ضبط لغوي. شروط الإجماع السكوتي شنو؟ برضو عنده شرطين.
واحد، الشرط الأول مضي فترة التأمل والبحث. طبعا المجتهد السكت ده يا شباب عنده فترة بدوها له. الفترة دي اختلف فيها العلماء، يعني في بعض العلماء قالوا الفترة دي عددها أو أيام 30 يوم. في علماء قالوا والله الفترة دي 20 يوم. إذا أخذنا براية 30 يوم دي، يعني 30 يوم دي انتهت، سكوتك ده بيعتبروه موافقة على رأيه. عشان كده قال لي مضي فترة التأمل والبحث. انتهت الفترة وانت لسه ساكت، سكوتك ده موافق. اثنين، الشرط الثاني بيعتبروا الإجماع السكوتي إجماع استقرار المذاهب الفقهية. شوف زي المعاملات، شوف المعاملات المدنية محتاجة لاستقرار. عشان كده من القوانين اللي ما تلقاها معدلة كثيرة وما تتعدل كثير قانون المعاملات المدنية، قانون الإجراءات المدنية. ده القوانين دي ما بتخضع لتعديل طوال. ليه؟ لأنه يا شباب والمعاملة بين الأفراد محتاجة لاستقرار، عشان الناس ذاتها تفهم العقد وشروطه وأركانه، تستقر المعاملات وكذا. كذلك عشان المذاهب الفقهية تستقر اعتبروا الإجماع السكوتي شنو؟ إجماع. عشان المجموعة السكتت ما تجي بعد سنتين ثلاثة تقول لا 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 أنا يا زول قبيل سكوتك ده اعتبرناه موافقة، وده استقرار للمذاهب شنو؟ الفقهية. وحكم هذا النوع ظني الثبوت والدلالة. شوف حكم شنو يا شباب؟ ظني الثبوت والدلالة. شوف الناس اللي امتحنوا معادلة هنعمل سين شباب، نعمل سين. متى يكون الإجماع قطع الثبوت؟ ومتى يكون ظن الثبوت؟ شوف السين دي جات في السؤال الأول الإجباري للناس اللي امتحنوا في 2019. متى يكون الإجماع؟ قال لهم متى يكون الإجماع قطع الثبوت ومتى يكون ظن الثبوت؟ يكون الإجماع قطع الثبوت إذا كان صريحا، ويكون الإجماع ظن الثبوت إذا كان إجماعا بالثبوت. شوف صريح والسكوت. دي بكم درجة يا أستاذ؟ 8 درجات. شوف ما تتمحن، ما تتمحن، جيب لي الامتحانات وضع لي. اصلا ما تتمحن ولا تقول استاذ محمد ده مخرج. الامتحانات نوريك، ما عندنا مشكلة قاعدين هنا. نوريك الإجابة ونوريك السؤال وده ذاته تلقاه في الامتحانات. فتش ابحث في الامتحانات. 200 يكون قطعي، 200 يكون ظني، يكون قطعي إذا كان شنو؟ ويكون ظني إذا كان شنو؟ هنقول الكلام ده تاني. قلنا يا شباب للإجماع نوعين، إما أن يكون صريح وإما أن يكون سكوتي. قلنا يا شباب الإجماع الصريح كل المجتهدين، الإجماع السكوتي بعض المجتهدين. قلنا يا شباب الإجماع الصريح عنده شرطين، الإجماع السكوتي عنده شرطين. شروط الإجماع الصريح أن يكون في مكان واحد، أن يكون صراحة. شروط الإجماع السكوتي مضي فترة التأمل والبحث، استقرار المذاهب الفقهية. قلنا يا شباب حكم الإجماع الصريح قطع الثبوت وقطع الدلالة، وحكم الإجماع السكوتي عند العلماء ظن الثبوت وظن الدلالة. قلنا يا شباب متى يكون الإجماع قطع الثبوت ومتى يكون ظن الثبوت. قلنا يا شباب الإجماع بيكون قطع الثبوت إذا كان إجماع شنو؟ وبيكون ظن الثبوت إذا كان إجماع شنو؟ رابعا مراتب الإجماع. طبعا مراتب يعني شو يا شباب؟ شباب قبل زي الزول كنت شغال محاضرة في 2009 في الخرطوم هناك، وهي كانت التجربة الأولى في المحاضرات في 2009 بعد اجتياز امتحان المعادلة. فكان أول تجربة وأول محاضرة
زي ألف في ذلك التاريخ. فقلت مراتب الإجماع، وجيت أشرح في مراتب الإجماع، فلقيت شاب يقول لي كده، لقيته زي ما فاهم حاجة، فقلت له مراتب يعني يا شاب؟ فالشاب ده قال لي مراتب مقصود بها مراتب. هشوف طلع برا الشبكة لأنه فيهم مراتب دي شنو؟ شوف من دعنا التاريخ ده أنا بقيت أقول شيء، أقول طوالي مراتب الإجماع تعني درجات الإجماع. شفتها؟ كما تطلع عليه برا الشبكة مراتب درجات. شوف يقول لك محمد عبد الله تخرج بمرتبة الشرف الأولى بالدرجة الأولى، يقول لك فلانة دي بمرتبة الشرف الثانية الدرجة الثانية المرتبة الثانية. إذا المراتب هي درجات. والعلماء الشباب قالوا للإجماع 3 مراتب. عنده 3 مراتب. المرتبة الأولى أول مرتبة أو أول درجة من درجات الإجماع الصريح. المرتبة الثانية الإجماع السكوتي. المرتبة الثالثة الإجماع المركب. وأنا دايرك بعدين يا شباب لما تكون في الامتحان تركز، شوف الأنواع لاحظ لها في تشابه. الأنواع نوعين، ها شوف هنا عشان تفيك التشابه صريح. لما تجي للمراتب بتضيف الثالثة دي مركب، يعني بعدين لما نسألك في المراتب 3، لما نسألك في الأنواع 2. عشان كده يا شباب نفس الشرح، خلي بالك لما نجي نشرح في المراتب نفس الشرح هنا بالنسبة للصريح نفس الشرح، يعني حقول له المعنى حقه والشروط حقته والحكم حقه. هنا برضو لما نجي للسكوتي نفس الشرح اللي هو المعنى شروط وحكم. لكن في المراتب هنا في السكوتي بضيف الجملة دي في عبارة جميلة هضيفها لكم في المراتب في المرتبة بتاعت الإجماع السكوتي، وهي قال الإمام منو؟ الإمام الشافعي. الإمام الشافعي طبعا منكر، يعتبر الإمام الشافعي منكرا للإجماع السكوتي، ويقول مقولته المشهورة لا ينسب لساكت قول. شوف طبعا أكبر زول وأكبر مذهب وأكبر مدرسة من المدارس الفقهية أنكرت الإجماع وخاصة الإجماع السكوتي هي مدرسة الإمام الشافعي. عشان كده الإمام الشافعي يا شباب يعتبر من منكرين الإجماع السكوتي، ما مقتنع بإجماع السكوتي أصلا. وفي باب إنكاره لهذا الإجماع عنده مقولة مشهورة جدا، بيقول إنه لا ينسب لساكت شيء، وده طبعا الأصل. شوف الأصل والقاعدة العامة إنه لا ينسب لساكت قول. شوف الناس السكتوا ديل الإجماع السكوتي إذا كنتم موافقين على رأي كده حصمتهم كلام ما قال، والأصل هنا لا ينسب لساكت. إذا أنت قلت والله الناس ديل ما موافقين برضه حملتهم كلام ما قال. شوف الإمام الشافعي ده خطير كيف، يعني أنت في 10 5 قالوا رأيهم، والخمسة ديل سكتوا، وأنت السكتوا ديل موافقين كده حملتهم كلام ما قالوا. قلت ما موافقين حملتهم كلام ما قالوا، لأنه الأصل شنو؟ الأصل شنو؟ والقاعدة العامة شنو؟ إنه لا ينسب لساكت شنو؟ المتسرع السوداني. نشوف المتسرع السوداني. المتسرع السوداني في قانون المعاملات المدنية
لقى نفسه في مطب، والله متسرع في مطب. المطب ده جابوا له الإمام ده. القاعدة لا ينسب لساكت قام. شوف المشرع خرج. طبعا الخروج يعني الاستثناء، والخروج من القاعدة العامة بيكون بحرف لكن، لازم تستثنى بلكن. عشان كده لقى نفسه المطب ده قال شنو؟ قال لا ينسب لساكت قول ولكن. شوف لكن دي خروج، دي استثناء من القاعدة العامة من الأصل. ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان الحفظ قال قبول ولا قال بيان؟ قال قبول. قال قبول. في قانون الإثبات، خلي بالك، في قانون الإثبات لسنة 1994 المشرع السوداني في القواعد الأصولية في المادة 8 قال شنو في القواعد؟ قال لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان. شوف هناك في المعاملات قال قبول، في الإثبات قال بيان. أنا في رأيي الخاص كلمة قبول وكلمة بيان كلمتان مترادفتان بمعنى شو؟ يعني معنى واحد. نضرب مثال. المثال ده ضربه حاج آدم حسن الطاهر، ما حق لي أنا، ضربه في كتابه شرح، الله يرحمه الظروف حاج آدم حسن الطاهر، شرح في كتاب اسمه كتاب شرح قانون الإثبات في سنة 94. ضرب فيه المثال ده في باب لا ينسب لساكت القول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان. ضرب المثال قال إذا كان في واحد يثيم منه بنت شابة من شباب من شابات مدني تقابلت مع شاب يسمى شنو؟ ده. شوف بدأ شافه وين؟ شافه في المركز هنا. قال لها يا بنت الناس انت عجبتيني وانا شنو؟ انا دايرك على شنو؟ على سنة الله ورسوله. ده بدأ. طبعا البنت دي جادة. بنت شنو؟ شابة جادة. لو جادي على البيت. هو لأنه جادي ذاته قال لها بيتكم وين؟ شوف طوالي عدته الوصف قالت لي بيتنا في السوق الكبير جوار كده، منزل رقم كده. شوف سال الوصف. طبعا مشى بالعنوان اللي ادوله. دق الباب. دق الباب وجانا. ها؟ شوف دق الباب قال فتح له الباب منه. فتح له ابوها ابو الف اسمه جيم. اسمه من ابوها. شوف المثال ده ضربه حاجات امانه. جيم ده راجل كبير طبعا، وبدا الشاب الداير يتزوج الف. قال له جيم قال له تفضل لانه احنا عندنا الكرم والجود والحاجات دي. طبعا ضيفوه عصير وجبن وحركات. قام اثناء الضيافه قال لي جيم شنو؟ قال له انا داير بنتك الف. طبعا جيم لانه كبير عنده حكمه قال له اديني 3 يوم اشاور البنت. طبعا صاحبي بدا شرب البارد والعصير والكيك كيف وانصرف بعد ذاك لحال سبيل. بقى منتظر ال3 يوم ووضع تليفونه للنور لابوها جيم. ابوها بعد انصرف بقى مشى لها لقاه في الغرفه قاعده في غرفتها. دق الغرفه لقى الف بنته قاعده. قال لها يا اخي في واحد اسمه با. قال دايرك. شوف يعمل شنو؟ ولكن السكوت في معرض الحاجة. شوف سكوت هنا يعدي شنو؟ قبول. ليه؟ لأنه هنا السكوت في معرض شوف هنا
دي كلها خروج من القاعدة العامة. عشان كده يا شباب كان شنو يا أستاذ محمد؟ كان في ناس ظريفين وجيهين جلسوا امتحان المعادلة، قال لهم شنو الزول ده في امتحان المعادلة؟ قال لهم من هو المنكر للإجماع السكوتي وما هي مقولته؟ طبعا الإجابة المنكر للإجماع السكوتي ده منين يا شباب؟ مقولته شنو يا شباب؟ لا ينسب لساكت شنو؟ قول. طبعا بعد ذاك الخروج ده ما في داعي له، لأنه أنت الخروج ده أصلا وين؟ عند المشرع شنو؟ السوداني. نجي نشوف الإجماع المركب الدرجة الثالثة. والعلماء شباب قالوا الإجماع المركب بيعني شنو، مقصود به شنو؟ قالوا الإجماع المركب يعني اختلاف المجتهدين في حكم المسألة المطروحة أمامه على أغاويل محصورة. نعمل خطين تحت أغاويل محصورة، على أغاويل محصورة، بالإمكان إحداث قول ثالث. شوف خلي بالك أقوله تاني، اختلاف المجتهدين في حكم المسألة المطروحة أمامهم على أغاويل محصورة. أغاويل محصورة دي يعني شنو يا أستاذ؟ أغاويل محصورة يعني قولين. شوف العلماء قالوا أغاويل محصورة بتعني قولين. بالإمكان أنت ممكن تحدث قول شنو؟ ثالث. وطبعا بالمثال يتضح المغال. شوف بالمثال شنو؟ الامتحان بتاع 2019 يا شاب يا شايل الامتحانات، في السؤال الأول الإجباري قال مثل للآتي، مثل للآتي الإجماع المركب. والله زي ظريف خالص. اديني مثال للإجماع المركب. مثال توريث الجد مع منه؟ توريث الجد مع الإخوة الأشقاء. شوف المسألة دي يا شباب بتاع التوريث الجدي كانت قدام المجتهدين قاعدة كده في عصر من العصور، اختلفوا فيها على أغاويل محصورة. أغاويل محصورة يعني شنو؟ يعني قولين. القول الأول بيقول الجد ينفرد بالتركة ويحجب الإخوة الأشقاء. شوف القول الأول، قلنا أغاويل محصورة يعني قولين. أول قول عند العلماء إن الجد ده ماله ينفرد بالتركة كلها ويحجب لنا منه. يعني مثلا في القول الأول ده إذا كان عندك جد ومعاه 5 إخوة، ال5 ديل بياخدوا مين؟ والجد بيشيل كل التركة، يحجب الإخوة الأشقاء وينفرد بالتركة. القول الثاني بيقول، ما قلنا أغاويل محصورة قولين، القول الثاني بيقول الجد يعامل معاملة الأخ الشقيق ويقسم بيناتهم الإرث بالتساوي. شوف القول الثاني بيقول شنو؟ بيقول الجد هنا تقلبه، الجلابية اللابسة بتاعت الجد دي شيلها منه برا، وتلبسوا جلابية حقت أخ وبيبقى أخوهم شقيقه، تشوف نصيبهم جرحا تقسموا بيناتهم بشر. يا أستاذ محمد الإجماع المركب هنا شنو في القولين ديل؟ الإجماع المركب إنه الجد يرث في القولين.
ده الإجماع المركب ذاته. يعني أنت إذا أخذت بالرأي الأول هتورث الجد، إذا اشتغلت وعاملت معاملة أخ شقيق برضه حيرث. إذا الإجماع المركب الجد يرث في القولين بالإمكان إحداث قول شنو؟ طبعا إحداث قول ثالث دي يا شباب مسألة إحداث قول ثالث، مسألة إحداث قول ثالث اختلف فيها الفقهاء إلى 3 آراء. يعني مسألة بتاع توريث الجد مع الإخوة الأشقاء فيها قولين، هل ممكن أجيب قول ثالث؟ الكلام ده محل اختلاف بين الفقهاء إلى 3 آراء. الرأي الأول بيقول، أول رأي بيقول يجوز إحداث قول ثالث مطلقا. قالوا هم زي ما اجتهدوا وجابوا القولين ديل المحصورات ديل، احنا كمان من حقنا نجتهد ونجيب قول ثالث، عشان كده قالوا يجوز. الرأي الثاني قال لا يجوز إحداث قول شنو؟ مطلقا. خلاص مسألة بقت مقفولة محصورة على القولين ديل، ما بجوز لك تاني تجتهد وتجيب قول شنو؟ الرأي الثالث بيقول يجوز إحداث قول ثالث لا يرفع الإجماع المركب، وطبعا ده الراجح. شوف الرأي الثالث بيقول شنو؟ بيقول إنه بجوز تحديث قول ثالث لكن ما ترفع علينا الإجماع المركب. الإجماع المركب الجد يرث، ما تيجي تقول والله في القول الثالث الجد لا يرث، أنت رفعت الإجماع شنو؟ المركب. وهنا في الرأي لا يجوز لأنه كده رفع علينا الإجماع شنو؟ المركب. خلي بالك الناس اللي امتحنوا معادلة الشباب سنة 2000 في العام 2000 قال لهم مسألة إحداث قول ثالث اختلف فيها الفقهاء. أذكر آراء الفقهاء، أذكر آراء الفقهاء. يجوز لا يجوز، يجوز لكن ما يرفع علينا شنو يا شباب؟ ما يرفع علينا الإجماع المركب. إذا يا شباب مراتب الإجماع 3، المرتبة الأولى الصريح، المرتبة الثانية الإجماع السكوتي، وقلنا ده المنكر لنا من الشباب منكر لنا الإمام الشافعي وعنده مقولة مشهورة لا ينسب لساكت القول. المرتبة الثالثة الإجماع المركب، وقلنا خير مثال للإجماع المركب توريث الجد على الإخوة الأشقاء. قلنا المسألة دي محصورة على قولين، القول الأول الجد يحجب الإخوة الأشقاء وينفرد بالتركة، القول الثاني الجد يعامل معاملة الأخ شنو؟ الشقيق. وقلنا يا شباب الإجماع المركب في المسألة دي إنه الجد يرث في القولين بالإمكان إحداث قول شنو؟ ثالث. قلنا مسألة إحداث قول ثالث فيها 3 آراء، الرأي الأول يجوز، الرأي الثاني لا يجوز، الرأي الثالث يجوز لكن لا يرفع علينا الإجماع شنو؟ المركب. الموضوع الأخير في الإجماع سند الإجماع. وده حنختم له المحاضرة إن شاء الله. نسبة للظروف سخنتوا؟ قالوا يعني في المثل أو في الحكمة بيقولوا إنه لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. يعني البوطي ده لو ريحته وبقى هسه القاعة فيها تكييف وفيها حاجات وترتيبة ما بتتعلموا كويس. كل ما الجسم ده ما يرتاح انت بتعرف. في واحد تلاقوا بالقصة الظريفة دي، في واحد جاني الكلام ده في العام 2014 أو 13
قال لي يا أستاذ محمد والله أنا قاعد تعيني حاجة غريبة خلاص. قلت له شنو؟ قال لي لما نمسك الكراس أو الكتاب أو المذكرة اللي بقرا منها بفتح الصفحة الأولى بقرا. قال لي بنوم والكتاب بقع. قال لي أنا يبدو إنه عندي شيطان يسمى شيطان النوم. قال لي عندي شيطان النوم. أنا قلت له بعد سمعت منه قلت له يا أخي أنا والله غايته في الشريعة الإسلامية أني ما سمعت بشيطان اسمه شيطان النوم. قلت له إذا افترضنا جدلا إنه في شيطان اسمه شيطان النوم لازم نعالج هذا الشيطان ونطرده. نعالجه كيف؟ قال لي قلت له أنت إذا كنت بتقرأ وأنت جالس اقرا وانت متحرك. يعني انت لو بتقرا وانت قاعد في كرسي كده بعد شيء بتنعس غير الطريقه عشان تطرد الشيطان. لا اقرا كده تعد مرتكب الجريمه كل من وانت ماشي. اقرا انت متحرك في الغرفه كده. اذا غلبك الكلام ده والنعاس خلاص الشيطان ده امشي غسل وشك. اذا في طرق كثيره اطرد بها الشيطان شيء. الشيطان حقنا ده ونواصل خامسا. خامسا سند الإجماع وده هنختم به. العلماء الشباب عرفوا السند قالوا السند يعني الدليل. شوف سند الإجماع يعني دليل الإجماع. والعلماء قالوا الإجماع دون سند. الإجماع دون سند يعني العمل بالهوى والشهوات. يعني إجماعك ده ما عنده سند أو ما عنده دليل كأنك أنت اشتغلت بالهوى حقك وبالشهوة حقك. يعني لما تيجي تقول لي والله أجمعني إنه الكتابة باليد الشمال حرام، دليلك شنو؟ سندك شنو؟ ما عندك سند تعمل بهوى ذات. ده حكم بتاع هوى وبتاع شهوات. عشان كده قالوا لابد أن يكون للإجماع سند. وقسموا السند ده لأنواع سموها أنواع السند وهي 4. شوف السند أو الدليل ده عنده 4 أنواع. نمرة 1 الكتاب. نمرة 2 السنة. نمرة 3 المصلحة. نمرة 4 شنو؟ القياس. إذا السند أو الدليل عنده 4 أنواع عند العلماء سموها أنواع السند: كتاب وسنة ومصلحة وقياس. هنشوف مثال لإجماع له سند من الكتاب. ده زي إجماع على تحريم الزواج من الجدات استنادا لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. شوف الأمة يا شباب أجمعت وحرمت الزواج من شنو؟ من الجدات. شوف الإجماع ده كان عنده سند. وسنده هنا نوع السند الكتاب لقوله تعالى: وحرمت عليكم شنو؟ عشان كده يا شباب العلماء قالوا والله الجدة دي زي الأم واحد. حتى بعدين في الميراث لما ما تلقى الأم وتلقى الجدة تحل الجدة محل شنو؟ واحد. وتاخذ أنصبة شنو؟ وتحجب بشنو؟ يعني هو ما في جدة في تلقى تحل محلها واحدة. عشان كده ربنا هناك في القرآن حرم الزواج من الأمهات: حرمت عليكم أمهاتكم.
هم كمان اجمعوا قالوا والله برضه ما بجوز لك انك تتزوج هنا. خلي بالك كان شنو يا استاذ محمد؟ كان في ناس ظريفين وجيهين جلسوا امتحان المعادلة في الدورة اللي انعقدت في 2018. قال اذكر نوع السند في المثال تحريم الزواج من الجدات لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. الإجابة 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 كلمة أذكر نوع السنة كتاب. يعني مين تلقى آية قرآنية للكتاب طوال؟ خليك حريص. بكم درجة يا أستاذ؟ والله يا شباب ما تستغرب. عندك امتحانات يا هناك؟ وريهم السؤال ده على الأقل. على الأقل أقرأ له. على الأقل أجيب فوق أقرأ له. عشان ما تقول أستاذ محمد ده مخرب ساي. ولا من راسه ولا بيقطع لكم ساي. فوق أقرأ له على الأقل. على الأقل أقرأ له. على الأقل أقوم فوق وصلي على الكمان وأقرأ له. كمان أنا ما قريت له ما حكم منهم. قال أذكر مثالا لإجماع له سند وما فائدة السند مع وجود الدليل. بس كده. الإجابة على المثال الإجماع على تحريم الزواج من الجدات. قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. السند هو الكتاب. الفائدة أنا ما أعرف. طيب نجي نشوف مثال لإجماع له سند من السنة. الفائدة من السند إنه الإجماع بدون سند معناه أنت تعمل بشنو؟ بهوى شهواتك. يعني دائما الإجماع ذاته ما عنده سند معناه ما إجماع يعني. لأنه ما بيتحقق إلا بوجود هذا السند الدليل بعضده. إذا فائدة الدليل التعضيد حقه ده. مثال لإجماع له سند زي إجماع على أن في اليد الواحدة نصف الدية وفي اليدين الاثنين كل الدية. في الرجل الواحدة نصف الدية. في الرجلين الاثنين كل الدية وهكذا. يعني أي أعضاء زوجية عندك الزوجان هو المتهم يفلق عين واحدة. شوف المتهم ده في مادة 139 ضربك كده بنية عينك دي مالها. بعدين ودوك هناك نسبة العجز بتاع عينك الإتلاف الكامل. هنا بيدوك نصف الدية بتاعت العين. لكن لو اتفلق الاثنين تجب عليه شنو؟ كل الدية. ده هنا قالوا الكلام ده يستند لمجموعة من الأحاديث النبوية شنو؟ الشريفة. عشان كده هنا نوع السند شنو يا شباب؟ السنة. نجي نشوف برضه إجماع للمصلحة مثال له. ده زي إجماع سيدنا عثمان والصحابة في ذلك الوقت على جمع المصحف الشريف استنادا لمصلحة الأمة الإسلامية. طبعا سيدنا عثمان يا شباب في العهد بتاعه كثرت الغزوات الإسلامية وانتشرت الفتوحات الإسلامية، وكان في ذلك الوقت القرآن موجود وين؟ كان في حفظة، والحفظة حاطينه في الرؤوس هنا حافظينه حفظ بس. طبعا سيدنا عثمان خاف لأنه في الوقت ذاك الحفظة بيقوا يستشهدوا في الغزوات الكثيرة دي. خاف على ضياع هذا القرآن، جمعوا لنا في المصحف اللي بنشوفه الآن، واتفقوا على الكلام ده واجمعوا عليه، وكان إجماعه مستند للمصلحة حقت الأمة. وهسه لو لاحظت القرآن أو الكتاب حق القرآن الآن بتلقى في آخر صفحة بيقول لك على الجمع والرصف العثماني.
جمعوا العثمان العثماني، جمعوا ليلة سيدنا عثمان بن عفان، وكان هنا الإجماع مستند لشنو؟ أما مثال لإجماع عنده سند من القياس ده زي إجماع الصحابة على خلافة سيدنا أبو بكر الصديق استنادا أو قياسا على إمامته لشنو؟ للصلاة. طبعا من المعلوم والمعروف إن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه اشتد عليه المرض، وهذا المرض يسمى مرض الموت. مرض الموت، والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن للموت سكرات، يعني الموت ده إنه مرض. اشتد عليه المرض فأمر سيدنا أبو بكر إنه يصلي بشنو؟ يصلي بالمؤمنين في ذلك الوقت. فعلا سيدنا أبو بكر أثناء مرض الرسول صلى الله عليه وسلم بقى يصلي بالمؤمنين. لما يتوفى الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة أجمعوا واتفقوا إن أبو بكر الصديق يكون خليفة للمؤمنين قياسا على إمامته للصلاة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندهم مقولة مشهورة قاعد يقولوها، قالوها في ذلك الزمان، إنه رضيناه في ديننا لا نرضاه في دنيانا. عندهم الحكمة دي، قالوا رضيناه في الدين في الصلاة، وبقى إمامنا في الصلاة، ما نرضاه في الخلافة في الدنيا في دنيانا، ونصبوه خليفة للمؤمنين في ذلك الزمان. شوف خلي بالك، كان شنو يا أستاذ؟ كان في ناس وجيهين وظريفين جالسين امتحان المعادلة، قال أذكر مثال لإجماع له سند من القياس. خلافة سيدنا أبو بكر قياسا على إمامته لشنو؟ في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. هنقول الكلام ده ثاني. قلنا آخر موضوع في الإجماع سند الإجماع، وقلنا شباب العلماء قالوا السند يعني دليل، وقلنا يا شباب الإجماع بدون سند يعني العمل بالهوى والشهوات. وقلنا يا شباب العلماء قالوا لا بد أن يكون للإجماع شنو؟ سند. وقلنا يا شباب العلماء قسموا السند لأربع أنواع: واحد الكتاب، اثنين السنة، ثلاثة المصلحة، وأربعة شنو؟ القياس. وآخر معلومة هنجي بكرة الساعة 8.